تالتة ثانوي ومتأكد انك مش عاوز الفيديو ده، بس راجع بس نفسك كده معايا، والله هتستفاد. تحويلات العضوية كلها. كمل معايا الفيديو مش هيزيد عن 3-4 دقايق. خليك بقى كريم كده وشير فيديو لزمايلك. شيرت؟ طيب، عشان ما تبقاش الخير ده كله لوحدك بس كده، ما تبقاش بخيل. اكيد زمايلك برضو تايهين زي ما انت في العضوية، فانا هجيب لك بص خلاصة الخلاصة في العضوية، تحويلات بقى، معادلات، كل حاجة هتفهمها في فيديو النهارده. طيب، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كمل معايا الفيديو ووالله هتخرج من الفيديو وانت مفبرك العضوية وهتدعي لي دكتور فارس. مبدئيا كده يا حبايبي، اخوك دي الورقة اللي فيها العضوية كلها. فهنبدأ بالورقة دي، هنفك الشفرة بتاعتها. هنبدأ بالميثان اللي هو CH4، هنسخنه عند 1000 درجة حرارة بمعزل عن الهواء، هيدينا أسود كربون اللي هو C زائد 2H2. خد بالك أسود الكربون ده بيستخدم في صناعة المطاط، صناعة الحبر الأسود، أي حاجة سودة مهببه هي بيستخدم فيها الكربون ده اللي هو اسود الكربون. طيب، الميثان ده برضو هنسخنه عند 725 درجه الحراره، وهيطلع لنا الغاز المائي اللي هو CO زائد 3H2. طيب، CH4 برضو هنعمل له هلجنه باضافه Cl2. اول حاجه لما نضيف له Cl2 لاول مره هيدينا CH3Cl، كل مره هنشيل H ونحط Cl، كل مره هنشيل H ونحط Cl. طيب، اول حاجه اللي هو CH3Cl، طيب هنحط له NaOH هيدينا CH3OH اللي هو كحول الميثيلي. طيب، هنحط Cl2 كمان مره، هنشيل H ونحط Cl. دي القاعده بتاعتنا في الهلجنه للCH4. طيب، هيدينا كلوريد الميثيلين، هنحط له NaOH هيدينا HCHO اللي هو فورمالدهايد، وهكذا. ده كله للهلجنه بتاعت CH4. وطبعا هيدينا في الاخر رابع كلوريد الكربون اللي هو CCl4. CH4 هنكمل معاه، هنعمل له تبريد سريع عند 1500 درجه حراره، هيدينا الايثاين اللي هو C 3 روابط C. طبعا زي ما احنا عارفين ان السي رابطه C اللي هو ايثان، اما السي رابطتين سي ايسين، السي 3 رابط سي ايساين. طيب، الايساين هنعمل له هلجنه بالBr2 هيدينا سي رابطتين سي، وهنا BR وهنا BR، هنسميه 1 و2 ثنائي برومو ايسين. طيب، هنعمل له كمان مره بالBr2 هيدينا سي رابطه سي، وهنا BR وهنا BR وهنا BR وهنا BR، هيدينا 1 و1 و2 و2 رباعي برومو ايسان. طيب، الايساين هنعمل له هدرجه هيدينا ايساين، اي حاجه 3 روابط هتحط لها هدرجه هتفك الرابطه، يعني اي حاجه، يعني مثلا رابطتين هتحط لها هدرجه هيبقى رابطه واحده. سي مثلا رابطتين سي هتعمل لها هدرجه هتدي سي رابطه سي 3 روابط سي هتعمل لها هدرجه هتدي سي رابطتين سي. خد بالك الهدرجه دايما لازم تفك رابطه. طيب، ما علينا، احنا وصلنا هنا خطوه زياده، بس احنا المفروض نخلص المخطط ده. السي 3 رابط سي اللي هو الايساين هتعمل له بالمره في وجود النيكل ودرجه الحراره اللي هو النيكل كعامل حفاز هيدينا البنزين. طيب، احنا كده خلصنا المخطط ده. المخطط ده برضو في حاجه اللي هو HBr هيدينا بروميد فاينايل اللي هي سي رابطتين سي، وهنا بقى BR. هنا بص برضو هنا هتلاقي كحول فاينايل عشان كحول عشان OH، هنا بروميد عشان BR. هو سي 3 رابط سي وH وH وH، الBR دي بروميد ودون فاينايل. برضو هنا OH اعتبرها كحول، والسي رابطتين سي، وهنا H وهنا H وهنا H كده فاينايل. طيب، هنعمل لها HBr كمان مره هيدينا 1 و2 ثنائي برومو ايثان. طيب، كده خلصنا الايثاين وكل معادلاته اللي هنا دي. وطبعا لما نعمل لها نحط لها HBr هيدينا CH3CHO اللي هو اسيتالتايد المعروف اللي هو CH3CHO. طيب، معلش بس اعذروني عشان انا بتكلم بسرعه، عشان مش عاوز اطول عليكم في العضويه ونجيبها بسرعه. طيب، احنا قلنا هنا هنعمل له ممكن نحصل على الايثاين من من كربيد الكالسيوم اللي هو C2، هنحط له قطرات من H2O هيدينا الايثاين. برضو لما نكمل مع الايثاين هيدينا كحول فاينايل اللي هو غير ثابت، هنحط له طبعا H2O اللي هو حيدره حفظيه هيدينا اسيتالتايد CH3CHO. ادينا وصلنا لاسيتالتايد. هنخش هنا بقى على الخطوه دي اللي هي الهدرجه بالH2 في وجود النيكل كعامل حفاز ودرجه الحراره، هيدينا اللي هو ايسين. الايسين هنعمل له الايسين بقى يا باشا، هنعمل له 3 أو 4 حاجات. هنعمل له باكسده بالباير هيدينا ايثيلين جليكول اللي هو CH2 وهنا OH وهنا OH. طيب، لما نعمل له هدرجه بالH2 هيدينا CH3 اللي هو ايثيلين، او معلش ايثان، معلش بس عشان بتكلم بسرعه. طيب، الايثان لما نعمل له BR2 هيدينا بروميد ايثيل اللي هو CH3CH2 وهنا BR. نسيت اول حاجه، الشكر موصول طبعا للاستاذ محمد وده على المخطط ده، وانا بشرح منه عشان ولا من حته باب، ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب، وصلنا هنا للايسين
عمل له اكسده باير في وجود الاو والكي ام ان او 4. ووصلنا الايثيلين جليكول. الايثيلين جليكول هتعمل له اكسده بالاو، هيوصلك لحمض الاكزاليك اللي هو سي او او اتش، رابطه سي او او اتش، هتعمل له اختزال يوصلك لايثيلين جليكول. برضو الحته دي مهمه. وصلنا للايثين. الايثين او الايثيلين مش تفرق كتير، اللي هتعمل له اكسده في وجود ال H2SO4، هيوصلك لكبريتات ايثايل هيدروجينيه اللي هي C2H5SO4H، وهتعمل C2H5CO4H تحلل حراري عند 180 درجه يوصلك لايثيلين تاني. طيب هنوصل بقى هنا لحته ايه كبريتات الايثايل الهيدروجينيه اللي هي C2H5CO4H، هنعمل لها عند درجه 110 درجه مئويه زائد H2، هتوصلك ل CH3CH2OH اللي هو الايثانول كحول. طبعا اي حاجه فيها OH كحول، اي حاجه فيها CHO اسيتال دايد او اللي هو ايثانال. طيب وصلنا للايثانول، هنعمل له هنسخنه عند 140 درجه حراره زائد H2SO4، هيوصلك ل C2H5O C2H5 وزائد H2O. طبعا اي حاجه فيها O هيبقى ايثير، ده ايثير معتاد. عشان ايه معتاد؟ عشان ايه C2H5 هنا و C2H5 هنا. طيب وصلنا للايثانول، هنعمل له اكسده يدينا اسيتال دايد، وهنعمل اسيتال دايد اختزال وصلنا للايثانول. طيب هنعمل للاسيتال دايد اكسده هيوصلنا لحمض الاسيتيك اللي هو CH3COOH، وهنعمل لحمض الاسيتيك اختزال هيوصلنا ل الاسيتال دايد تاني، وهنعمل لحمض الاسيتيك اللي هو CH3COOH هنعمل له تعادل ب لان OH هيدينا CH3COONA اللي هو سونا، احفظها سونا، اسيتات صوديوم. وهنعمل تقطير جاف لاسيتات الصوديوم هيوصلك للميثان تاني. طبعا في شويه حاجات هنا زياده، انا وصلتك لاهم الحاجات المهمه. هسيب لكم طبعا المخطط ده، والشكر موصول طبعا للاستاذ محمد جوده على الحاجات اللي عملها دي. هسيب لكم برده كمان مخطط للبنزين وحاجات مشتقات منه. بس كده شرح العضويه في 6 دقايق او 7 دقايق، يعني مش كتير، بس فهمتك الدنيا والدنيا رايحه فين. حرفيا المخطط ده هتدعي لي عليه، يجي لك منه نص امتحان نهايه ثانويه عامه، وان شاء الله السنه الجايه نشرح كيمياء وربنا يسهل علينا.